تحية طيبة للأصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. كما كتشوفوا في هذا نتمنى بعد أول شيء نتمنى كل شيء يكون بألف خير وصحة وعافية. نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نديروا واحد الشعار تكعيبي مربع ايزومتريك على طريقة المكعب. غادي نحاولوا نخدموه بأبسط الطرق بأسهل الخطوات. تابع معي الدرس أخي أختي حتى التالي ديال الفيديو، تبع الفيديو حتى التالي باش تفهم الخطوات كاملين خطوة بخطوة، غادي تولي مصمم ان شاء الله. تابع معي الدرس. نبداو على بركة الله. اول ما كنديرو في هذا كنفتحو نوفو فيشيي بعد نزول هادو كندير لهم هكا، كنفتحو نوفو فيشيي ديالنا وكنمشيو لافيشاج كنديرو زوم 1 تو 1 باش كيتقاد لنا لافيشاج ديالنا 1 تو 1. نبداو نمشيو لوتي بوليغون ديالنا، غادي نعطيوها لون اسود بوليغون. نشوفوا اللون الاسود وغادي نختاروا بوليغون وغادي نعطيوه 6 ديال الرؤوس وغادي نبركو على كنترول وغادي نحاولوا الراس المدبب يجي من التحت بحال هكا. بوليغون ديالنا يجي بحال هكا، كنجيبوه للوسط. البوليغون ديالنا كنعطيوه واحد اللون باش نميزوه وكنهبطوا له الشفافيه ديالو باش نعرفوا شنو كيوقع. كنقصوا من الشفافيه. اذا البوليغون كندوبليكيوه مره اخرى وكنعطيوه اللون اخضر مغاير بحال هكا. البوليغون ديالنا الاخضر هو هذا، كنديروا له كنكليكيو على كنترول وكندراغيوه لهنا. بعدا كنأكتيفيو لي نود مانيتيك، كنفعلو هاد كيف ما كنشوفوا وكندراغيو هاد المكعب بحال هكا حتى كيوصل لهاد، حتى كيطلعوا لنا هاد العلامات. الان مزيان. كنوليو ندوبليكيو هاد المكعب مره اخرى وكنعطيوه اللون الازرق وكنديبلاسيوه لهنا لهاد الجهه وكنالينيوه مع هاد المكعب ديالنا بحال هكا. بحال هكا. الان عندنا جوج المكعبات الشكل ديالهم مزيان. كنوليو ندوبليكيوه مره اخرى وكنعطيوه اللون احمر وكنحركوه لهنا. كيوليو عندنا الاشكال ديالنا كيف ما كتشوف. كنديزوميو شويه باش كيبان لنا الفرق. الخطوات بسيطه، حاول تطبقها بنفس الطريقه. الخطوات بسيطه، قسم الشفافيه ديال الاشكال باش يبان لك الشكل ديالك. اولا كنديروا لهذا كنديبلاسيوه لهنا باش كيبان لنا المربع ديالنا التحتاني. كنختاروا المربع ديالنا التحتاني والمربع الاخضر وكنديروا كندوبليكيو بعدا المربع ديالنا التحتاني دوبليكي، كنختاروه هو والمربع الاخضر وكنمشيو للشوما وكنديروا انترسيكسيون. الان عندنا جوج بحال هكا كما كتشوفوا. كنمشيو كندوبليكيو ايضا المربع ديالنا مره اخرى وكنسيليكسيونيو المكعب ديالنا الازرق وكنديروا لهم الشوما انترسيكسيون مره اخرى. ثم كنجيبوا الشكل، نحولوا هذا لهنا، ثم كنجيبوا الشكل ديالنا الاحمر لهنا وكنسيليكسيونيوه هو والمكعب الاصلي اللي بقى وكنديروا له الشوما انترسيكسيون. الان خدمناه بالانترسيكسيون والناتج ديالنا هو مكعب مقسوم على 3 ديال الاجزاء. كنكونوا مفعلين لي نود مانيتيك كما وريتكم. المكعب ديالنا هو هذا اللي غادي نخدموا به. الان غادي تبدا الخدمه ديالنا. كنختاروا الجزء الازرق وتنديروا له دوبليكي وكندراغيو للفوق حتى كيتالينيا بحال هكا. ثم كندوبليكيو مره اخرى ثالثه بحال هكا. كنكونوا فاعلين لي نود مانيتيك دوبليكي وكنمشيو خطوه بخطوه كنرسموا شكل المكعب ديالنا دوبليكي. الان المراحل كتولي ممتعه ملي كنوصلوا لهذه المرحله. كندوبليكيوه مره اخرى
كنرسمو الشكل ديالنا، كنهبطوه لتحت وكنحترمو لي نود مانيتيك باش كيتالينياو اوتوماتيكمون. دوبليكي وكنهبطو هذا لتحت. الان ساوينا الفاصل الاولى، غادي نمشيو غادي نديرو بعد هذا المربع المعين الاخضر غادي ندراكيوه للفوق بحال هكا حتى كيتاليني لنا هنايا، وغادي نشدو هذا المربع الاحمر ونديرو له نفس العمليه. دوبليكي ثم دوبليكي. الخطوات بسيطه وسهله للغايه. دوبليكي بعد الانشاء ديال الشكل ديالنا الاول، كنمشيو مرحله بمرحله باش ما كيتلفوناش الخطوات، وكنالينيو الاشكال ديالنا. دوبليكي وكنرسمو بهم الشكل اللي بغينا على حسب دابا على حسب انت شمن تصميم باغي دير وشمن شعار باغي دير وكيفاش باغي دير لهذا الشعار، على حسب الحروف اللي بغيتي تانتيغري في هذا الشعار. ممكن تغير لا ديسبوزيسيون ديال هاد المعينات كيف ما بغيتي. انا كنكمل الرسم ديالي بطريقه بسيطه، ثم كندوبليكيه مره اخرى وكنمشي كنساوي دوبليكي دوبليكي ثم دوبليكي بحال هكا. الشكل بدا كيبان، خدا الشكل ديالو ولكن مازال ما بانش. كناخدو هذا كنمشيو وكنختارو هذا الطرف هذا اللي هنايا، كنردوه لبلاصتو كنديرو له دوبليكي وكنعطيوه اللون اصفر باش نميزوه فقط على الالوان الاخرين. كنديرو له قلب الافقي بحال هكا وكندراكيوه لهنا باش كيجينا في هذه المنطقه، ثم كندوبليكيوه مره اخرى وكنالينيوه في هذه البلاصه. وكنردوه للخلف بحال هكا، ثم كنمشيو لهذا القنت هذا عاوتاني وكنديرو لهذا المربع دوبليكي دوبليكي وكنقلبوه كذلك بنفس الطريقه، وكنجيبوه لهذا القنت وكنعطيوه اللون الاصفر باش غادي نعقلو عليه ونميزوه. ثم لهذا دوبليكي وكنطلعوه فوق منه عفوا كنالينيوه وكنهبطوه لتحت. الان الاشكال ديالنا بدات كتبان. نمشيو لهذا المربع ايضا، نمشيو لهذا المربع ونديرو له دوبليكي ونعطيوه اللون الاصفر باش كنساويو وكنقلبوه افقيا، نقلبوه عموديا. نشوف كنقلبوه افقيا هذا، ما كنقلبوش افقيا ولا عموديا. صبر نشوف سوبريمي. كنجيو لهاد المربعات ديالنا كنديرو لهم دوبليكي وكنشدو هاد المربع الاصفر وكنجيبوه لهنا بحال هكا لهاد البلاصه، ثم كندوبليكيوه مره اخرى وكنقلبوه بهاد الطريقه. الان عندنا الشكل ديالنا. هذا المربع الاصفر كنردوه لتحت. الشكل ديالنا الان بدا كيبان. الان كنخدمو بطريقه سهله وبسيطه، كنخدمو بالالوان البازيك التلوين كيجي هو في التالي ديال الشعار. الان غادي ندمجو الاشكال ديالنا، غنمشيو ونختارو الشكل الاحمر وغادي نديرو اديسيون سيليكسيوني ميم فون كولور دو فون. تختار لنا اللون الاحمر كنديرو شومان اونيون. الان عندنا ان سول شومان كما كتشوفوا. كنمشيو كنديرو نفس القضيه للشومان الازرق اديسيون سيليكسيوني ميم كولور دو فون وكنديرو ليهم اديسيون انيلي.
كنعاودو نختارو كنديرو اديسيون سيليكسيوني ميم كولور دو فون وكنديرو الشومان اونيون باش كنتاكدو بان الشكل ديالنا هو هذاك. كنوليو نختارو المربع ديال مربع من المربعات الخضراء وكنمشيو لاديسيون سيليكسيوني ميم. الخطوات بسيطه وسهله ممكن تتبعها تخرج الشكل اللي بغيتي نتايا على حسب التصميم ديالك. كنمشيو للشومان وكنديرو اونيون. الان عندنا الشومان ديالنا هو هذا. كنمشيو لهاد لي دو زوبجي لهنا الصفر كنكليكيو على شيفت وكنديرو ليهم اونيون. كندمجو الاشكال ديالنا اونيون ثم الاشكال ديالنا اللي بقاو ثم الشومان اونيون. الان كنشدو édition, sélectionner même, couleur de fond, chemin, union. هذا ما عرفناش علاش ما تدمجش، المهم ماشي مشكل احنا دمجناه. الان دابا غادي نقوموا بعمليه القطع ديال هاد الاشكال الزائده. غادي نختاروا الشكل ديالنا الاحمر وغادي نديروا له دوبليكي وغادي نسيليكسيونيوه وغادي نسيليكسيونيو الجزء الاصفر وغادي نديرو الشومان ديفيرونس. الان ولا عندنا الشكل الاصفر كيف ما كتشوفوا تقطع ولا هو هذاك مزيان. كنوليو نمشيو للشكل الازرق وكنديروا له دوبليكي وكنسيليكسيونيو الشكل الاصفر ديالنا وكنديروا الشومان ديفيرونس مزيان. كنتاكدوا كنمشيو عاوتاني للشكل الاخضر وكنديروا له دوبليكي وكنختاروا الشكل الاصفر ديالنا وكنديروا الشومان ديفيرونس. الان الاشكال ديالنا ولات هي هذيك مزيانه. التصميم ديالنا هو كيف ما بغينا. دابا جات مرحله التلوين، غادي نعطيوه التلوين عاد غادي نعطيوه مؤثرات ديال الظل والضوء. التلوين غادي نختاروا اون باليت اللي غادي نخدموا بها، مثلا نخدموا باي باليت بغينا بحال دابا. المهم اللون اللي كتبغي انت ولا اللي كيكون كيتطلبوا الشعار كتخدم اللون اللي كيتطلب الشعار ولا اللي انت باغي تجربه. مثلا غادي نحاولوا نديروا تصميم ازرق بشي لون ديال لاباليت زرقاء. غنختاروا 3 د الالوان وغنختاروا الجهه منين تجينا الاضاءه بحال دابا هذا نعطيو هذا اللون وهذا. بعدا نديروا اديسيون سيليكسيوني تو ونطلعوا لوباسيتي لكلشي تبان لوباسيتي ديالو الحقيقيه باش غادي يبان معنا الشعار ديالو بالشكل الحقيقي. قلنا هاد الوجه عطيناه لون ازرق فاتح، هاد الوجه الاحمر غادي نعطيوه ازرق اغمق نوعا ما بحال هكا. الازرق الفوقاني غادي نعطيوه لون ازرق بحال هكا، نغيروهم شويه. هذا نعطيوه لون اغمق. جيد جدا. الان هذا اللون حضي معايا ورد معايا البال في هذه الخطوات البسيطه. هاد الجهه الصفراء غادي نختاروا لا بيبيت وغادي نعطيوها نفس اللون ديال هاد الجهه. ثم هاد الجهه الصفراء اللي من هنا غادي نختاروا لا بيبيت وغادي نعطيوها نفس اللون اللي من هنا. ثم هاد الجهه الصفراء غادي نختاروا لا بيبيت ايضا. لا بيبيت راه عندها واحد اختصار كلافي ولكن ما عارفوش انا، ما طاحليش على البال. لا بيبيت كنعطيوها اللون هذه كنعطيوها اللون الازرق الغامق، هاد النواحي بجوج. اذا الشكل ديالنا كيف ما كتشوفوا الان بان بالأكيد. كنديروا اديسيون سيليكسيوني تو
الشكل ديالنا هو هذا. غادي نمشيو غادي نعطيوهم واحد الحدود خفيفه وظريفه للشكل ديالنا كله. كنختاروا اللون اغمق نوعا ما ديال هاد لاباليت اللي كنخدموا اللون الاغمق في لاباليت. كنكليكيو باش كنعدلوا لو ستيل دو كونتور باغ بيكسل، كنغيروا وحده القياس البيكسل وكنعطيوه فقط. نشوفوا نعطيو 5 ميجا بيكسل، نعطيو 10 بيكسل بحال هكا مزيان. نفتحوا اللون شويه نردوه افتح نوعا ما بحال هكا، وكنفعلوا هاد الخاصيه ديال التغير ديال الحجم ديال لي كونتور. ملي نغوديمونسيونيو ليكون ديالنا او الشعار ديالنا حتى لي كونتور يتغوديمونسيوناو معاه، كنكونوا مفعلينها هنايا. كنسيليكسيونيو تو كنديرو جروبي. الان الشكل ديالنا هو هذا. كتنقصوا مسائل بسيطه بحال دابا نختاروا لوتي بليم وغادي نجيو غادي نرسمو هنا واحد الشكل ديال معين، وكنقفلو الشكل ديالنا. كنعطيوه اللون الاغمق في لاباليت، وكنعطيوه كنزولوا له لي بور، نخليو له لي بور ماشي مشكل، ونعطيوه ان بتي فلو بحال هكا. نكبروه شي شويه اون كليكون على كونترول، اون كليكون على شيفت. كنديزاكتيفيو لي نود مانيتيك وكنكبروه شويه هذا المعين باش كنشكلو منه الظل ديالنا. كنهبطو لوباسيتي ديالو شويه وكندوبليكيوه دوبليكي. هذا كندراغيوه تحت من الشعار ديالنا بحال هكا، وكنجيبو هذا حتى هو كنديروه هنايا بنفس الطريقه وكندوبليكيوه مره اخرى، كنجيبوه لهنا كنديروه بنفس الطريقه. كندراغيوهم لتحت كلهم لتحت باش كيجيو على شكل ظل. عندنا الشكل ديالنا الان مزيان. بقالنا ممكن نضيفو مؤثر ماشي مؤثر ان ديغرادي، نزيدو ان ديغرادي. بقى هذيك حاله خاصه الا بغيتي تزيد ان ماتيريال ولا ان ديغرادي كيف ما بغيتي. المهم لي كون ساوينها ممكن اننا نزيدو لها ان ديغرادي كما قلت لكم، ولا ماتيريال ولا تكستور، ولا نزيدو لها اي مؤثر بغينا. هذا ما كان في هذا الفيديو. نتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا معايا في هذا الدرس. مشيت معكم بخطوات بسيطه وسهله تالي باش نتمكنوا نديروا شعار على شكل مكعب الطريقه اللي بغينا. هذا ما كان في هذا الفيديو. ما تنساش اخي اختي الا عجبك المحتوى تدعمنا بواحد لايك وتعليق وتشترك في القناه باش توصل بالجديد ديال الفيديوهات ديالنا دائما. هذا ما كان. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله.